كارثه كبيره جدا لو ظهر لك انتفاخ او بالونه في جنب فرده الكاوتش، استبدله فورا. الكفر لو ظهر لك فيه تورم في الجنب هيكون في خطر كبير جدا على حياتك. عماد جاد هيقول لك باختصار اسباب البالونه اللي هي نتيجه كسر او تكسير في الاسلاك الداخليه او تمزق في الاسلاك الداخليه بتاعه فرده الكاوتش او جرح في طبقات الكاوتش. البالونه دي بتكون غالبا في المنطقه دي بيحصل ايه حضرتك؟ بيحصل حاجه معاك من الحاجات اللي جايه دي هتخلي السلك بتاع الفرده يتكسر ويخلي المطاط يطلع لبره في صوره بالونه بتكبر في الحجم مع مرور الوقت. بسرعه هقول لك الاسباب اللي بتحصل معاك بتسبب البالونه. اول سبب تاخد نقره او حفره او مطب على سرعه كبيره، وخصوصا لو العربيه وزنها تقيل او محمل فغالبا هيحصل معاك بالونه. تاني سبب ان انت تطلع رصيف يكون ليه حرف او تخبط في رصيف ليه حرف، ده لو انت ماشي بسرعه بطيئه. ضغط الاطار او ضغط الكفر مهم جدا، لو زياده هيسبب تمزق في الاسلاك نتيجه الضغط الزايد، ولو قليل هيسبب ان الفرده دايما هيحصل لها ارتداد قوي جدا لتحت وهتكون قريبه من الجنط. غلطه صنايعي ودي مهمه جدا اثناء الفك والتركيب، ممكن الصنايعي يجرح لك الشفه بتاعت الفرده او اي مكان في الفرده، او تجريح دوت هيخلي الهواء يعدي ما بين طبقات الكاوتش، وده لازم تشيك على الفرد بعد اي صيانه او تركيب جديد وانت واقف عند المحل، تراجع الاربع عجلات تتاكد ان الصنايعي ما غلطش وما حصلكش بالونه اللي هنا بتظهر اول ما الفرده بتاخد الهواء بتاعها. رابع سبب والاهم واللي ناس كتير بتغفل عنه ارتفاع فرده الكاوتش. كل ما يكون الجزئيه دي اعلى كل ما تكون اقل عرضه ان انت يتكون عندك بالونه في جنب الفرده، لان يكون المعدل المسافه بتاعه ارتداد الفرده مع النقر اكبر. كل ما هيقل خصوصا في الارتفاعات ال 40 وال 45 ال 205 وال 215 دايما بيحصل فيها بلالين. ده السبب ان الكاوتش بتاعك يكون قديم، وده هيخلي الفرده ناشفه معاك وسهل جدا ان يحصل لها كسر في الاسلاك وبالتالي يحصل ظهور معاك بالونه. مع عماد جاد كل يوم سر من اسرار كاوتش عربيتك معانا بس. السلام عليكم.